السلام عليكم ورحمة الله. بنقدم النهاردة قطعة تانية إن شاء الله جميلة تعجبكم. القطعة دي قطعة رومانية من الذهب. بتحكي عن أسطورة العذراء والإله مارس إله الحرب. القطعة من روما، من 124 128 ميلادي. تمثال نصفي للإمبراطور هادريان، أقمشة طفيفة أو خفيفة على الكتف. الزئبة موجودة في الوجه التاني للعملة. بترضع التوأم رومولوس وريموس. والوزن بتاع القطعة 7 جرام 33. والقطر بتاعها 21 ملي. الصورة طبعا تعبيرية رائعة للإمبراطور هادريان. والتوثيق التاريخي بتاع القطعة، لأن احنا بنحكي دلوقتي التاريخ دلوقتي للقطعة، ما بننزلش قطعة من غير ما نقول تاريخها كنوع من التعلم. أنا بتعلم أولا، وبعدين بنفيدكم انتوا عشان برضو تبقوا عارفين معنى القطعة، أو القطعة اللي معاك ممكن تبقى معاك قطعة وانت مش عارف تاريخها يعني. التوثيق الوحيد اللي ليها بيتكلم عن الميلاد بتاع التوأم رومولوس وريموس. دول توأم، دي أساطير قديمة من القرن الثالث عشر، واللي بيتكلم عن إن التوأم ده أنجبتهم راهبة عذراء كانت بتعمل في المعبد اسمه معبد الإله فيستا. تدعى البنت دي أو الراهبة اسمها ريا سيلفيا. بالنسبة لبقية الأسطورة في كذا حكاية اتقالت، لكن أكتر حكاية كانت اتاخدت يعني بتاعت واحد اسمه ليفي، وبيقول كانت ريا سيلفيا ابنة نوميتر الملك الشرعي لمملكة إلبا اللونجا، المدينة اللي أسسها أسبانيوس عند سفح تلال ألبان، من الألبان اللي حكم من قبل أخيه أوموليوس. أنا مش عايز أدوشكوا بالأسامي كتير يعني، بس اللي أنا فهمته طبعا من الرواية إن الأب ده اللي هو رهب حط بناته، جعل بناته عذارى اللي عشان يعبدوا يخدموا في معبد الآلهة فيستا. لكن من ضمن بناته ريا سيلفيا اللي كانت عذراء حملت من الإله مارس. دي طبعا الحدوتة يعني. وتم وضع التوأمين على نهر التايبر المغمور بالفيضان بتوجيه من الملك اللي هو ألبا لونجا اللي هو والد ريا سيلفيا. وحط التوأم دول على مكان مغمور بالفيضان على أمل إن التوأم ده يغرق. يعني كان عايز منه بنته حملت يعتبر سفاحا من الإله مارس، فقال ينتقم يعني من التوأم في إنه يضعهم في مكان يغرقوا فيه. أمر ملك ألبا لونجا اللي هو والد ريا سيلفيا بوضع التوأم في مكان مغمور بالفيضان عشان يغرقوا يموتوا. ولكن اجتذب بكائهم انتباه الذئبة اللي كانت يعني بالصدفة ماشية، فراحت لهم وراعتهم، بدأت ترعى التوأم ده، تربيهم يعني. وجدهم أحد الرعاة ويدعى فاوستولوس الذي رأى الذئبة تلعق الأطفال البشريين، وقام ده هو وزوجته بأخذ الطفلين التوأمين وقاموا بتربيتهم بالمنطقة المحيطة بتل بلاتيني لغاية ما بلغوا وبقوا رجالة، وقاموا بالإطاحة بالملك الغاصب اللي قرر الانتقام منهم أو قتلهم. دي الحدوتة أو الرواية المعمولة عن التوأم، الذئبة والتوأم. وهي القطعة اسمها كده عشان تشوفوا برضو من البداية لما بدأنا، اسمها أسطورة العذراء والإله مارس إله الحرب. العذراء اللي أنجبت التوأم اللي احنا اتكلمنا عنهم يعني. والقطعة دي أو التوأم ده والذئبة لم يستعمل في هذه القطعة فقط، لكن استعمل عدة مرات
من قبل الرومان في سنة 255 من 64 لغاية 55 قبل الميلاد. كان في قطعة كان على الوجه هرقل يرتدي جلد أسد حول عنقه، وعلى الخلف كان التوأم بيرضعوا من الذئبة. تم إعادة استخدام هذه القطعة والأسطورة بالنقود بشكل متقطع في الإمبراطورية الرومانية. برضو دوميتيان سنة 81 لغاية 96 بشكل بارز على الدنانير الفضية والذهبية بعهد دوميتيان. وبرضو الإمبراطور هادريان اللي برضو كان أكتر من نص عهده كان خارج إيطاليا، وبرضو كانت عملة في وقتها برضو. في عملة تانية معدنية تحت حكم قسطنطين الأول اللي صدرت في عام 330 ميلادية، واختار رأس روما مرتدية خوذة حربية مع التوأم والذئبة برضو. يعني أقصد كلامي الذئبة دي حاجة مقدسة في العملة الرومانية، عشان احنا لو قابلناها في أي عملة نعرف حكايتها. يعني جت منين؟ هي جت من الأسطورة اللي حكينا عنها، اللي هي العذراء لما حملت من إله ميرث وأبوها عايز ينتقم من الحدوثة اللي حكيناها الظريفة دي. ودي قطعة طبعا بنقدمها لكم استمتعوا بيها وعرفتوا حكايتها، وبنقدم ده لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.